ده روتين ما بعد المكوى. بما اني كويت شعر السنة دي تقريبا 10 مرات، منهم مرات كتيرة كانوا في كوافير. جربت كذا روتين بكذا ستيبس، بس ده الوحيد اللي بجد هيرجع لكم شعركم زي ما كان، وهتتجنبوا كل اضرار المكوى من قشرة، بيلدب، فروة غير صحية، اطراف مقصفة، شعر ناشف، بروتين ناقص. وده اللي بيخليني احافظ على طبيعته بنسبة 99%. وده بالمناسبة نفس الروتين اللي بيخليني دايما محافظة على البيبي هير وشعري صحي بالرغم من كتر المكاوي دي. اول خطوه على غير العاده مسك الصدر للفروه. انا عامه بحب الاول اعمل حمام زيت وبعد كده استخدم الصدر. انا ما اقدرش استغنى عن حمام الزيت، بس انا عارفه ان فروه راسي مش هتستفيد بيه بسبب الزيوت والبيلد اب والدهون اللي موجوده، لاني بقالي كتير ما غسلتش الشعر. فبضرب عصفورين بحجر، باخد اوراق الصدر عادي وبزود كل الزيوت اللي انا محتاجاها. انا هنا استخدمت 3 حاجات: ماسك اوراق الصدر المنقوع في الزيوت، والماسك بتاع الحنه اللي فيه صدر ومورينجا وحنه، واخيرا شويه بودره امله. مش محتاجين تستخدموا ده كله، كفايه منتج واحد بس. وهنا بهدلت الدنيا، فكنت عاوزه اقول لكم ان هما بيبقوا متحجرين شويه وانشف مما نتخيل، فبالراحه كده واضربوهم حتى لو بمضرب بيض كده بحيث ان يتفك التكتلات دي. قلت لكم بضرب عصفورين بحجر. الماسك دوت ينضف فروه الراس قوي، وفي نفس الوقت استفيد كاني عملت حمام زيت. فباخد 3 زيوت من اهم الزيوت: النعناع وشجره الشاي والروزماري. بحط منهم نقط بس عشان هم خام 100% ومستخرجين عن طريق التقطير، فما فيش اي لعب في الموضوع ده يا جماعه. وانا عامه سايبه لكم صور ومنتجات واضحه عشان لو عايزين تشتروا اي منتج. ليتس ستارت بقى. اولا شعري كان مزيت، يمكن انتوا شايفين قد ايه مزيت. كان بقالي تقريبا 12 يوم ما غسلتوش من بعد اخر مره كويته، وكويته في كوافير وعمل لي سشوار وبهدل الدنيا. مش بس كده اعزائي، لا، كان عندي فرح بعدها، وانتوا طبعا عارفين الافراح عرق كتير 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 لدرجه انه تقريبا اتبل بنسبه 50%. انا بحب استخدم ماسك اوراق الصدر بالطريقه دي. في ناس بتحب تستخدمه بالفرش وتوزعه، برده ماشي، الطريقه اللي تريحكم، المهم انه يوصل لكل حته في الفروه. بيني وبينكم البتاعه دي بتتسد كتير، فلو كده هاتوا فعلا الفرشه اسهل. نضفنا الفروه، شلنا كل مشاكلها، عالجنا القشره والبلدب والزيوت. يلا بينا على الاطراف. طبعا اطرافنا ناشفه هايشه جافه، محتاجه زيوت كتير قوي ترطبها، وحمام كريم يكون قوي. ده افضل ميكس حمام كريم ممكن تعملوه، لان في الاولاني بتاع افريكانا فيه بايوتين علاجي، والتاني من افنتي غرقان بروتين، فالاتنين علاجيين. بزود بقى كل الزيوت اللي عندي اللي بتساعد على الترطيب: افوكادو، لوز حلو، بذور عنب، جوجوبا، سمسم، جنين قمح، قهوه، أرجان. كل الزيوت المرطبة اللي في السوق أو نوع واحد بس، هاتوا زيت واحد نضيف أحسن ما تجيبوا 10 من العطار ويكونوا مغشوشين، لأن بجد الزيوت سحر من حيث ترطيب الشعرايه. ده لو أصلية طبعا. بحب قوي أندي شعري الأول بمية وبعد كده أوزع حمام الكريم، ولو شعري قابل للتسليك أسلكه، لو لأ ما بسلكوش، لأنه وانس سلكنا الشعر وهو محطوط عليه مية وحمام كريم ومتعقد، الشعرايه بتقع من جدرها لأنها بتبقى ضعيفة. بس أنا شعري هنا أصلا مكوي، فاللي هو متسلك لوحده، فينفع اسرح بالمشط براحتي، ومش كتير برضو. بعد كده كيس بلاستيك او الاسترتش والمايكرو فايبر، وانا قعدت تلت ساعه عشان الشعر بس كان مكوي، فمش عايزين نضغط عليه. بعد كده بستخدم شامبو يكون فيه لو سلفيت، نسبه قليله من السلفيت، وده خطير. وحمام الكريم دوت ترطيبه عميق جدا جدا، وطبعا بلسم يكون ترطيبه عالي. وهنا انا بهتم قوي بالترطيب، لان الشعر طبعا كان مكوي وناشف وما اتغسلش. بلس بقى ان حمام الكريم الاولاني كان فيه بروتين وبيوتين، فكان علاجي اكتر. اهم خطوه قص الاطراف بعد كل مره بنكوي فيها شعرنا، حتى لو كانت كبيره كده. شعر قصير صحي احسن من 100 شعر طويل وبايظ، والقصير مع الاهتمام هيطول ويبقى صحي وبيرفكت. نيجي بعد كده للدرمه. طبعا اهم حاجه تكون متعقمه كويس، وده اختياري طبعا، يعني في ناس ما بتحبش الدرمه، خلاص ما تعملوهاش. بوزع الاول على الفروه السبراي او الامبولات او ايا يكن، بس الامبولات تركيزها دايما بيبقى زياده شويه، فبحبها يوم الشاور. لكن لو معاكم سبراي عادي تمام، مفيش منه اي مشكله. بوزع كل حاجه الاول، وبعد كده نعمل مساج حنين كده بسرعه، بس من غير ضغط، عشان نوزع بس الامبولات بتاعتنا. المهم الروتين ده تقدروا تعتمدوه في اي وقت، حتى لو انتوا مش كاويين شعركم. هو بس طويل شويه فهيرهقكم، بس لو عايزينه هو مفيش منه اي مشكله انه يتكرر مره كل اسبوع. هنمسك بقى الدرمه وهنمشي على حتت صغيره. ما تاخدوش الدرمه كده وتفضلوا تروحوا وتيجوا بيها على مسافات كبيره، خلوها دايما على المسافات الصغيره، بالطول، العرض، وحرف اكس. بصوا كل الاتجاهات وفي كل حته في الفروه، وخصوصا الاماكن اللي فاضيه. هي بتنشط الدوره الدمويه مش بتفتح مسام، بس عشان المصطلح الخاطئ اللي على الدرمه.
والحركه دي ان انتوا تقعدوا تروحوا وتيجوا على مسافه كبيره بتاخد الشعر بيتلف حوالين العجله بتاعه الديرما فبتقطع. نيجي لاخر خطوه، ترطيب الاطراف. انا بعشق الليفن بتاع افريكانا، اتكلمت عنه كتير قوي قبل كده، هو اكتر حاجه بتليق معايا لما باجي الف شعر طاقيه. ترطيب عميق، لمعه صحيه، بيساعد على فرد الشعرايه مع الطاقيه، بجد بحبه جدا وما شفتش ليفن بالحلاوه دي من زمان. وما تستغنوش عن ان الشعرايه تبقى بتلمع من كتر الترطيب اللي جواها، ما تبقاش مزيته ولكن تبقى مترطبه ترطيب زي الفل. بلفه بس في مايكرو فايبر 10 دقايق، تمتص الميه والليفن الزياده، وبعد كده بلف بطاقيه 5 لفات، ودي بتكون النتيجه تاني يوم. وللامانه من غير كذب النتيجه دي مش هتبقى معاكم طالما انتم مش معودين شعركم على الطاقيه، بس تدريجي مع الطاقيه هيتفرد سنه بسنه وهتوصلوا النتيجه دي واحلى كمان.